معاكم الباحثة الأثرية نيرفانا حسن، خريجة آداب آثار مصر دفعة 2007. اشتغلت في الحفاير المطرية وفي تفتيش المطرية، قعدت فترة وبعد كده سبت المجال بتاعي. جيت سنة 2018 لقيت إن في حرب على الآثار المصرية والتاريخ المصري في العموم، محاولة سرقته ونسبه للآخرين، سواء كانوا من البلاد المجاورة أو من ناس بعيدة خالص عننا، وبياخدوا أدلة سطحية جدا وبيحاولوا يتكلموا بيها. وانا حسيت ان انا ليا دور مهم جدا ان انا اشارك فيه الجمهور المصري العادي جدا، واتكلم معاه باللغه بتاعته مش باللغه بتاعت الاثريين اللي هي بتبقى صعبه شويه وصعبه الفهم. فبدات اوصل المعلومات دي للجمهور العادي. مع الوقت ظهر لنا الافروسنتريك والفكر بتاعهم، وازاي ان هم بيقولوا معلومات غلط جدا ويخوفوا المصريين اتجاه ارضهم من سرقه ارضهم وسرقه تاريخهم. ودي حاجه خلت عندي شغف اكتر في الاستمرار. استمريت وحسيت ان انا دوري لازم يبقى اكبر من كده، وان انا اشرح الاثار اللي بتوضح ان المصري هو مصري، يعني مصري القديم هو المصري الحديث، مفيش فرق. بس اللي بيحصل ان تطور الحياه بيجبر الانسان المصري على التطور، والإنسان المصري في حد ذاته هو كائن مبدع أو عنده فكر إبداعي أكتر، نتيجة لاختلاف البيئة واختلاف العصور واختلاف الناس المجاورة لنا. موقع مصر الجغرافي ليه مميزاته وليه عيوبه. مميزاته ان هو خلق مننا اشكال مختلفه تتقبل الجنسيات المختلفه. زمان كان العالم 3 قارات بس، فكانت مصر بتتوسط ال3 قارات دول، فطبعا قدرت توصل افكار من هنا لهنا وتاثر في ال3 قارات، وخلتها انها تكون منبع او مجال اكتر، انها يعني يبقى مجال احسن كمكان لما تحصل تتابع الامبراطوريات تبقى مصر المكان المثالي. وحصل تغير في العصور على مصر، لكن ما حصلش تغير في المصري ذات نفسه او في جيناته، لان كان الموضوع مختلف. يعني مثلا بانتهاء الحضاره المصريه القديمه، المصري القديم خد دور لوحده بقى اسمه قبط. في ناس فاكره ان القبط او الاقباط هم الاخوه المسيحيين، لا، الموضوع اقدم من كده. بدا من العصر اليوناني والروماني لما بدا يدخل على مصر جنسيات اخرى غير المصريين، فبداوا يفصلوا نفسهم. كان المصري في العصر اليوناني والروماني ما كانش مختلط زي ما الافروسنتريك بيقولوا، او زي ما دلوقتي في فكر مختلف جاي علينا من بعض الدول الشقيقه ان هم يغيروا النسب المصري او يغيروا التفكير المصري. وطبعا ده ما حصلش، لان المصري طول عمره عنده دينه اللي هو مأثر جواه وبيخليه هو اللي يأثر على الشيء مش الشيء اللي يأثر عليه. يعني لما دخلت الأديان خلت المصري بطبعه أصلا متدين. يعني لما بنيجي نقارن مثلا المصري القديم الفكر الديني بالأفكار الدينية اللي كانت موجودة في الحضارات التانية، هنلاحظ ان المصري القديم كان هو الأكثر تدينا وأكثر احتراما، وكان دايما بيحاول يربط الشعب المصري المختلف، لأن الجغرافيا بتاعت مصر مختلفة. فطبعا كان لازم يبقى في حاجة مشتركة ما بين الشعب ده. فعشان كده لما الناس مثلا تيجي تشوف مثلا في بعض الناس مثلا يشوفوا التماثيل عندنا يلاحظوا ان في ألوان مختلفة. طيب هل الألوان دي ليها تفسير؟ ليها تفسير. مين بقى اللي هيقوم بالدور ده؟ أنا المفروض كأثرية أنا اللي أقوم بالدور ده، إن أنا أشرح بأبسط طريقة الرموز دي والأشكال دي معناها إيه، مش بالشكل السطحي اللي الآخرين بيتكلموا بيه، إن هم خدوا دورنا إحنا كأثريين. فأنا من خلال السوشيال ميديا حبيت إن أنا أقول المعلومات اللي عندي، وفي نفس الوقت أجمع من الناس اللي هم الموثوق فيهم، الناس الدارسين، الناس اللي على علم بهذا علم المصريات، لأن ده علم في العالم كله الناس كله بيدرسوه. فأنا بحب إن أنا أجمع المعلومات مني ومن الآخرين، وفي نفس الوقت نقولها للجمهور بطريقة تبسطهم. الفترة اللي فاتت هنلاحظ ان السوشيال ميديا تحولت من حاجة ترفيهية لحاجة أساسية وضرورية، ولازم نهتم أكتر في الفترة الجاية ان احنا نظهر الآثار المصرية بأكتر من كده. On va voir votre avis à propos de votre voyage ici en Égypte et à propos de votre visite. Quel est votre prénom? Christophe. ناتالي. كنت بسألهم على رأيهم هنا في مصر بقالهم قد إيه قاعدين وأساميهم. هو قال لي اسمه كريستوف وهي مدام ناتالي. Est-ce que c'est la première fois en Égypte? Oui, c'est la première fois que nous venons en Égypte.
également la première fois. داكور كنت بسالهم هل دي اول مره يجوا فيها مصر؟ فقال هو دي اول مره يجي فيها مصر، وهي طبعا عشان مراته فاول مره تيجي معاه. Qu'est-ce que vous avez visité jusqu'à maintenant? Pour l'instant, nous avons visité la pyramide de Gizeh, la pyramide de Saqqara et le musée où nous sommes en ce moment. Voilà le musée. Voilà, on a vu le Sphinx aussi également. Voilà. Et c'est pareil? Ah oui, j'étais en extase devant le Sphinx. C'est impressionnant et c'est émouvant de voir ces monuments. كنت بسألهم على رأيهم الزيارات اللي هم عملوها في مصر، فهم ابتدوا امبارح بأهرامات الجيزة وأهرامات سقارة، وكانوا مبسوطين جدا جدا في الأهرامات، هي كانت مبسوطة قوي بأبو الهول، كانت مبسوطة بأبو الهول، وكانت بتقول إن هي يعني كانت يعني مبسوطة قوي بيه. Est-ce que vous avez passé par l'expérience des plats égyptiens jusqu'à maintenant ou non? Oui, tout à fait. Et c'est vraiment très bon. Hein. Il faut le dire, oui. Boulettes, les fadas, les falafels. Chou aussi, c'est très bon. Chou farci, voilà. Et les plats égyptiens. كنت بسألهم هل يعني أكلوا في مطاعم مصر وكده وأكلوا الأكل المصري، فقالوا لي أكلوا امبارح الطعمية وكانوا مبسوطين قوي بيها وبمحشي الكرنب. Et après ça, combien de durée vous allez passer en Égypte? On va encore passer une huitaine de jours en Égypte. On va encore aller voir Luxor. Et après, on va descendre vers Assouan. Et après, on repartira au Caire pour rentrer chez nous. Voilà. C'est pareil, je le suis. كنت بسألهم قعدوا قد إيه هيقعدوا قد إيه في القاهرة، فقالوا هيقضي تقريبا 8 أيام، يومين في القاهرة والباقي بقى هيروح فيه كروزة في أسوان وبعد كده يرجع بيه على الأقصر. Vous pouvez donner quelques petits mots ou votre avis à propos de votre voyage en Égypte et qu'est-ce que vous allez dire à votre ami en France? Alors, je voulais dire que c'est un pays qui est très accueillant. Les Égyptiens sont très souriants, on a été très bien accueillis et c'est très riche historiquement, culturellement. Et quand on est à côté de ces grands monuments, on se sent vraiment tout petit, on se remet un petit peu en question, voilà. كنت بسألهم رأيه إيه بقى، هيقول إيه في فرنسا يعني لما يرجع هيقول رأيه، فهو قال إن هو كان مبسوط جدا جدا، كانوا حاسس إن هو في بيته التاني يعني، وإن هو مبسوط قوي، وهيقول لأصحابه طبعا كلهم يجوا، وان هو كان مكتشف طبعا ان هو حاجه صغيره جدا جنب التماثيل اللي بيقف جنبها، وطبعا دي كانت حاجه روعه من الحضاره المصريه القديمه. merci pour vous. Vous êtes bien accueillis ici en Égypte et on espère que vous venez plusieurs fois en Égypte. Merci pour tout et merci de votre accueil surtout et de votre gentillesse également. Les gens de France nous ont dit allez en Égypte, vous allez être dépaysés, vous avez de la chance, vous allez vraiment c'est très très bien. Effectivement, on n'est pas déçus. Voilà. C'est vrai, on a l'impression d'être dans un pays hors du temps en fait. C'est vrai, c'est totalement tout est grandiose en fait, voilà. Merci à vous. هم بيقولوا برضو ان هم عايزين يجوا تاني طبعا ومبسوطين جدا جدا وان احنا مرحبين، شعب مرحب، وكانوا برضو بيقولوا ان احنا دايما مبتسمين الحمد لله، فهم هيجوا تاني ان شاء الله ويقولوا اصحابهم كلهم يجوا. انا دايما اوجه الناس عندي انه انتوا يا جماعه ما تسمعوش كلام اراء اشخاص، لان اراء الاشخاص ده بيختلف. احنا كفي علماء يعني في الاثار ذات نفسهم بيختلف الاراء لو في علامه مش معروفه في الاثر، ففي كل واحد بيقول رايه، فانت ليك ان انت تنحاز لراي او لا تنحاز للراي الاخر. يعني دي حكايه ان انت ايه، الموضوع مش مؤكد، وممكن مع الوقت يجي اثر يكذب كل الكلام ده، زي اللي حصل مثلا في قصه حتشبسوت. كان لغايه فتره قريبه كانوا بيقولوا ايه، كانوا بيقولوا ان تحتمس الثالث قتلها وخفى الجثمان بتاعها. لما لقوا الجثمان بتاعها وحللوا الجثمان ولقوا ان ده بتاع الملكه حتشبسوت، اللي حصل الكذبه دي خلاص يعني اتنست، ما بقتش مؤكده، لان بقى في اثر يؤكد ان الملكه حتشبسوت ما ماتتش مقتوله، والملكه حتشبسوت ماتت بامراض ثانيه خالص بعيده عن القصه اللي كانت منتشره ما بين حتى العلماء، لان الموضوع ما فيهوش اثر يتكلم، فلما الاثر طلع اتكلم. فانا علشان انا عرفت الموضوع ده فبقيت اوجه للناس يا جماعه ما دام واحد بيتكلم دون اثر ما تسمعوش المعلومه بتاعته. يعني انا مثلا بتكلم مثلا عن يويا وتويا البرديه، في ناس بيقولوا عليه ان هو كان
اشقر، صح؟ علشان الموميا بتاعته كانت شقره. وبيقولوا عليه كمان ان هو مش مصري، من مبدا ان المصريين دائما ملامحهم مش حلوه، في حين ان انت لو شفت حضرتك البرديه دي بتاعه يويا هتلاقي ان هو مرسوم اسمر مش اشقر، بملامح اهل سوهاج، واساسا يويا من سوهاج، بس عشان في واحد مش اثري شاف الموميا بتاعته، شاف شعره اصفر وايديه طويله شويه ووشه طويل شويه، فنسبه لمين؟ للسوريين، ونسبه للاسيويين، ونسبوه لسيدنا يوسف. طب هل سيدنا يوسف دلوقتي بتقول يويا هو سيدنا يوسف؟ طيب البرديه دي بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن الديانه المصريه القديمه. هل سيدنا يوسف كان مؤمن بالديانه المصريه القديمه؟ فبالتالي اثر زي اللي انا بتصور جنبه ده نفى تماما فكره ان سيدنا يوسف هو يويا. الموضوع باين، برديه من اطول البرديات كدبت هذا. فبالتالي انا لما باجي اتكلم، انا اتكلمت مع حضرتك دلوقتي ذكرت كام اثر؟ 2 كدبت بيهم فكرتين كانوا بيتقالوا والناس كانت مؤمنه بيها لغايه وقتنا هذا. فبالتالي انا بقيت اعمل ايه بقى؟ بقيت اشوف الناس بتقول ايه وبقيت انا ارد، لان في الفتره اللي فاتت كان ده حقيقه فعلا ان الاثريين ما بيردوش. فبالتالي ايه اللي بيحصل للساحه؟ الناس الغير اثريه هم اللي بيتكلموا. انا اول ما بدات الحديث مع حضرتك قلت ايه؟ قلت الشهاده بتاعتي والمكان اللي انا اشتغلت فيه. فبالتالي مش اي حد يقرا كتابين يبقى هو كده من حقه يتكلم عن الاثار المصريه، لان ده علم زي اي علم تاني. زي الدكاتره ليهم تخصصات، هل ينفع ان انا مثلا ابقى الدكتور واروح مثلا لصيدلي؟ ما ينفعش، الصيدلي ليه مجاله والدكتور ليه مجاله. والاثار في مجالات كتيره مختلفه ومتنوعه، وكلنا في الاخر بنخدم توثيق الاثر ذات نفسه. الحضاره المصريه القديمه حضاره توثيقيه. يعني ايه؟ يعني كل حاجه وثقوها، في كتابات، في رسومات، في تماثيل، في مومياوات، في علم، في برديات، في اهرامات، في معابد، في حاجات حضرتك في حاجات لما اي حد بيشوفها بينبهر من الاعجاز العلمي والاعجاز الفني، لان حضرتك الالوان تفضل ثابته طول العمر ده كله، دي حاجه صعبه. فطبعا دي كلها تساؤلات، انا محتاجه ان انا اسال الالوان دي ازاي عايشه؟ طب الرمز ده رمز ايه؟ طب التمثال ده ليه؟ طب التماثيل دي ليه؟ التماثيل الكتيره قوي دي ليه؟ طب ليه تمثال كبير؟ طب ليه تمثال صغير؟ طب ليه فالموضوع فيه تساؤلات كتير غصب عن اي حد بيسالها. لكن بالنسبه للحضاره العربيه الاسلاميه لغايه وقتنا هذا هم بيستعينوا اساسا بالكوادر المصريه وبالرموز المصريه لبناء حضاره ليهم حديثه لغايه وقتنا هذا. حتى بالنسبه للحضارات القديمه ما ننساش ان العرب ضموا اكبر حضارات كانت موجوده في المنطقه للدين الاسلامي. يعني مثلا عندنا الحضاره العراقيه والحضاره الشاميه وعندنا الحضاره المصريه، كل دي حضارات كانت قايمه وكانت مبدعه. فبعد دخولهم للإسلام اللي حصل؟ نقلوا الفن بتاعهم، نقلوا الفكر بتاعهم، نقلوا الصنعة بتاعتهم للحضارة الإسلامية والحضارة العربية. فبالتالي الإنسان هيحب يشوف مصدر المعلومة ولا المستنسخات منها اللي لا تعبر عن الشخص اللي حاملها. بمعنى أنا لما أجي مثلا أشوف الأرابيسك، أنا عارفة إن المصري القديم كان لما بيبني البيوت بتاعته كان بيبنيها بهندسة تخلي البيت وهو قاعد جواه يعني جو لطيف في جميع الاوقات. عمل حاجه اسمها ملقف هواء، عمل حاجات كتير. فبالتالي لما يجي يعمل شباك هيعمله حجري ولا هيعمله مزخرف بالخشب؟ هيعمله مزخرف بالخشب. الارابيسك ده انتقل للعصور الاسلاميه العربيه. فلما تيجي تشرح، لما يجي حد مثلا من الاخوه العرب يشرح الاثر ده ما بيعرفش يشرحه وما عندوش الامثله القديمه على هذا الاثر. احنا عندنا الحاجه القديمه اللي بتوضح ان الاثار دي موجوده عندنا من عصور اقدم. فبالتالي زي ما تقول كده حضرتك يعني الحاجه الاصلي بيبقى ليها رونق تاني. في الاخر انا حابه ان انا اوجه رساله لكل المشاهدين ان الاثار عندنا يا جماعه، الاثار كتير جدا، مش محتاجه ان حد يتكلم او يقول رايه فيها، لان الاثر بيدافع عن نفسه. واي اثر علشان يتوثق بيكون مر على كذا مرحله توثيقيه مهمه علشان المعلومه تتكتب وتتكتب صحيحه من اكتر من جنسيه ومن اكتر من مكان. وده علشان في حاجه اسمها علم المصريات. علم المصريات ده علم عظيم جدا اتعمل مخصوص للحضاره المصريه القديمه، لان هم لما درسوا الحضاره المصريه القديمه ما لقوهاش تماثيل فقط او ناس فاضيه يبنوا هرم، لا، لقوا ان ورا الاثار دي علم بيستفادوا منه لغايه وقتنا هذا. والدليل على ذلك في هنا اثر موجود عباره عن علب محطوط جواها اطعمه، الاطعمه دي فيها مواد حافظه لغايه وقتنا هذا، محافظه على المأكولات اللي بداخلها. فبالتالي حاجه زي كده خلت عمليه صناعه المأكولات السريعه بالنسبه لنا احنا اسهل من انهي حاجه من الاثر ده.
اي مصري بيجي بيشوف الاثر ده بيفتكر ان حاجه اي كلام وملهاش لازمه، وايه الناس الفاضيه دي واخدين اكلهم معاهم، ده ايه التفاهه دي. لما تيجي تشوف ان الاكل ده ما حدش، الاكل ده فضل موجود لغايه وقتنا هذا ولم يتعرض لاي نوع من انواع التحلل، هتسال نفسك الاثر ده ايه اللي اتحط عليه علشان ما فيش اي بكتيريا تيجي جنبه. دي بقى المواد الحافظه المصري القديم كان عملها لغايه وقتنا هذا. في الدول العظمى بتكسب من الاكلات السريعه زي الشيبسي وزي الجيلي كولا وزي الحاجات دي كلها من خلال حاجه زي كده. فحاجه زي كده بتوضح لنا ان في حاجه ممكن تكون في ايدينا احنا ما نعرفش قيمتها في حين ان ليها قيمه. وفي نفس الوقت اتمنى ان اي معلومه تاخدوها من مصدر موثوق، ولازم يكون المعلومه مصاحبه باثر. First, I'd like to welcome you in Egypt. What's your name? Thank you very much. My name is Mauricio Portieri. Where do you come from? I'm from Brazil, but I live in Germany. So I have also two citizenships, which is Brazilian and Italian, and I'm pretty happy to be here. Yeah. اسمه موريشيو and هو من البرازيل وعايش في ألمانيا. Is your first time in Egypt? Yes, that's my first time and I enjoy time very much. سألته هو أول مرة ليه يزور مصر، هي أول مرة يزور مصر. What are the places you visited in Egypt? Oh, I've been in so many places. So Aswan and also Luxor, and we had a trip on the boat. It was incredible. Yeah. هو زار الأقصر وزار أسوان وحاليا في القاهرة وخد مركب في النيل نايل كروز بين الأقصر وأسوان. What do you think about Egypt? You like it? Egypt is really beautiful, and this is the core of the civilization. And here in the museum, we can have a little bit of this taste of where we receive all this cultural influence to our modern world. كنت بسأله عن رأيه في مصر، بيقول طبعا ان مصر هي قلب الحضارة كلها بدأت من مصر، وان هم كل الحضارة يمكن في بلدهم هم مستمدينها من مصر، من أرض مصر. What did you like particularly in Egypt? The historical places you visited, the people, the culture, you tell me. The culture, as I mentioned, is the best part, but I will say that the food is amazing. Food is something that we enjoy very much here, and incredible people, incredible welcoming people, and I have to say that everything is completely very, very well good. أنا كنت بسأله على اللي عجبه بالظبط في مصر، هل الحضارة، هل الناس، هل هو أول حاجة ذكرها في كل حاجة الأكل، تقريبا هو أكتر حاجة عجبته في مصر الأكل، بعد كده الحضارة والناس، هو مبسوط جدا بالناس إن هم ودودين وهو استمتع بزيارته لمصر. When you go back home, what is the message you tell your people, you tell your friends to do you recommend visiting Egypt for them? You tell me. I'll tell them to definitely come here and visit this beautiful city and this beautiful country. Everything is really simple, safe, and good. Perfect people, perfect population, and enjoy the time. That's all that I have to say. That come here and enjoy the time with us.
كنت بسأله لما يرجع بلده ايه الرسالة اللي هيوصلها لأصحابه لأهله، هل ينصحهم ان هم ييجوا لمصر؟ فهو جاوب طبعا ان هو بينصح كل حد انه يجي لمصر. وكنت سؤالي التاني ليه ان انا هسأله هل انت حسيت بالأمان في مصر؟ هو ما ادانيش فرصة، هو جاوب قال انا حسيت ان انا في أمان تام، وانا بنصح كل الناس انها تيجي لمصر. Thank you so much. Very much. Yeah, thank you so much. Thank you.